أغنى فنانات السينما المصرية، ورثت من جوزها 5 مليار جنيه وعندها طيارة خاصة. صفاء أبو السعود والشيخ صالح كامل أول فنانة عربية عندها طيارة خاصة، سابت مجال الفن والتمثيل في ظروف غامضة وورثت عن جوزها 5 مليار جنيه واشترى لها طيارة خاصة، ده غير مجوهراتها اللي اتسرقت منها وكانت بتقدر وقتها ب 25 مليون جنيه. اتجوزت وجوزها منع كل أفلامها من العرض، اتخلص من أقوى أفلامها بسبب المايو اللي كانت لابساه في الفيلم. صفاء أبو السعود وجوزها الشيخ صالح كامل. الفنانة صفاء أبو السعود اللي كانت واحدة من أهم نجوم شاشات العرض السينمائي والدراما في مصر، اعتزلت الفن لأسباب محدش يعرفها، وفي سنة 83 اتفاجئوا بيها ضباط الشرطة في اسم قصر النيل لما دخلت عليهم الاسم وكانت رايحة تعمل محضر سرقة. اتهمت فيه واحدة من الشغالات اللي كانوا شغالين عندها إنها سرقت منها مجوهراتها كلها، ولما الضباط بدأوا يدوروا في الموضوع اكتشفوا إن كان مسروق منها أكتر من